ابنك أو بنتك كل ما تتكلمي معاه أو تطلبي منه حاجة أو حتى ترفضي حاجة يفضل يعيط، هتعملي إيه؟ لازم الأول تعرفي هو بيعيط ليه، عشان كل سبب ليه طريقة مختلفة في التعامل. ما هو لو بيعيط من غير سبب واضح فده معناه إنه محتاج أمان مش أكتر من كده. خديه في حضنك، احضنيه، طبطبي عليه كده بهدوء وقوليله أنا معاك. لو بيعيط علشان رفضتي له حاجة خدي بالك، لو كل مرة بتتنازلي وبتديله اللي هو عايزه عشان يسكت فهو بيتعلم إن العياط وسيلة للضغط عليكي، فالأصح تقوليله أنا عارفة إنك زعلان بس مش هينفع أعملك الحاجة دي دلوقتي، واستني كده شوية لما يهدى احضنيه واتكلمي معاه بالراحة. ولو انتي بتحاولي تهديه كل مرة بسرعة جربي طيب تستني شوية، خليه يعبر عن اللي جواه وبعدها قوليله أنا شايفاك متضايق، خد نفس ولما تهدى تعالى نتكلم. الهدف هنا مش إننا نمنع العياط، لكن لازم نعلمه يهدى بنفسه. ولو انتي كل مرة بيعيط بتحاولي تلهيه علشان يسكت فأحب أقولك إن ده حل مؤقت لكن مش تربية، لأن انتي كده بتعلميه يهرب من مشاعره بدل ما يتعامل معاها. الأفضل تسميله إحساسه وتقوليله مثلا واضح إنك متضايق علشان دلوقتي قفلنا التلفزيون، واضح إن انت متضايق علشان مش هنعرف نشتري اللعبة دي، وبعدها وجهيه لحاجة تانية. الطفل مش محتاج يسكت، هو محتاج يتفهم، وكل مرة بتتصرفي فيها بهدوء فانتي بتعلميه ان هو يكون طفل متزن نفسيا وقدر يتحكم في مشاعره كمان.